اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده عايز اشارك معاكم يوم عمل في حياتي كصيدلي هنا في المانيا. لو اول مره تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد. انا صيدلي مصري بشتغل في المانيا بقالي حوالي 6 سنين، وانا بروح الشغل، بروح الصيدليه بالقطر. المشوار بياخد حوالي 20 دقيقه من البيت، والنهارده اروح استلم الشغل من اخر صيدلي كان في اخر شيفت في الصيدليه، عشان الصيدليه بتقفل الساعه 8 وانا هبدا شغل بعدها في نبطشيه الطوارئ بتاعتي. ايه الاخبار؟ انا النهارده بعمل نبطشيه طوارئ او نو دينز بالالماني، وبعدين فكرت ان دي تبقى فكره فيديو كويس ان انا اخدكم معايا فيه، اوريكم نظام الشغل بيبقى عامل ازاي لو انا بعمل طوارئ في الصيدليه في المانيا. هحاول اطلع كل التفاصيل اللي انا اقدر اطلعها في الشغل بتاع النبطشيات بتاع الطوارئ في المانيا. يعني من الاخر بعمل ايه في يومي. الصيدليات في المانيا كل منطقة لازم يكون في عدد معين من الصيدليات، 2 أو 3 في كل يعني مساحة من الكيلومترات، تكون بتعمل طوارئ. طوارئ معناها إن هي بعد مواعيد العمل، لو الصيدلية بتقفل مثلا 8 أو 9، ففي 2 أو 3 من الصيدليات اللي في المنطقة دي يكونوا فاتحين لحد تاني يوم الصبح الساعة 8 أو 9، لحد ما بقية الصيدليات التانية تفتح. فهو ده زي ما بيبقى كده يعني دور، والدور بتاع النبطشيات ده بيلف على الصيدليات كلها. في كل صيدليه بيبقى غالبا عندها نبطشيه او 2 في الشهر، ان هي يبقى في صيدلي موجود يفضل قاعد من بعد ما الصيدليه تقفل الساعه 7 او 8 بالليل لحد تاني يوم الصبح، بيبات في الصيدليه. يعني من الاخر ده اللي بعمله النهارده. دي الصيدليه اللي انا بشتغل فيها، واحنا دلوقتي الصيدليه قافله، فهو باب الصيدليه مقفول، بس الناس عارفه، او يعني بيبقى في زي تقويم كده على النت، انت بتشوف ايه الصيدليات اللي قريبه منك اللي فاتحه. لو انت محتاج دواء بعد ساعات العمل، اللي هو مثلا الساعه 10 بالليل ولا الساعه 12 بالليل ضروري، فانت بتروح للصيدليه اللي قريبه منك دي، تخبط عليهم، بتلاقي صيدلي قاعد وبيبيع لك الدواء اللي انت عايزه دوت. بس دي نبطشيه الطوارئ. في معظم الاحيان انت ما بتاخدش عليها فلوس زياده يعني، او دي بتبقى جوه المرتب اللي انت بتقبضه كصيدلي. والنبطشيات دي بتلف على كل الصيادله اللي بيشتغلوا يعني في الصيدليه. يعني في معظم الاحيان الصيادله اللي بيبقوا شغالين في الصيدليه كل واحد بيشيل مثلا 6 7 نبطشيات في السنه، اللي هو كل شهر ولا حاجه ممكن، او كل شهرين يشيل له نبطشيه. طبعا صاحب الصيدليه بيبقى موفر مكان انت تنام فيه، اللي هو يعني سرير وغطا ومكان انت تاكل وكده. بس اللي مش حلو بقى في الموضوع ان انا النهارده هبات في الصيدليه وعندي شغل بكره. عاده انا بشتغل يوم الجمعه اليوم كله، اللي هو من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 8 بالليل. فالنهارده الخميس، فانا هبات في الصيدليه، وبكره المفروض اشتغل لحد اخر اليوم. بس رفقا بيا المدير جاب صيدليه تانية هتبقى موجوده من الساعه 3، فانا بكره هشتغل من الساعه 8 للساعه 3، علشان عاده الليله بتاعت نبطشيه الطوارئ دي ما بتنامش فيها كويس، عشان الناس بتخبط عليك الساعه 12 بالليل ولا الساعه 3 بالليل على حسب يعني الذروه، فانت هتصحى كل شويه بالليل، فتبقى تاني يوم مش عارف يعني ما نمش كويس. النبطشيه لسه بادئه الساعه دلوقتي 9 الا ربع، يعني انا بقى لي ساعه الا ربع هنا اهوت، ما جاليش غير 2 عايزين يشتروا حاجات. احاول اشغل الكاميرا كل شويه تشوف الليله هتبقى عامله ازاي. في ساعات الطوارئ معظم الناس بتتصل اكتر بالتليفون قبل ما يجوا، علشان يتاكدوا ان الحاجات اللي هم عايزينها دي موجوده فعلا في الصيدليه، علشان ما يجوش على الفاضي. لو مش موجوده فهيروحوا يشوفوا الحاجه دي في صيدليه تانية، او غالبا برضو ممكن يكونوا كان مثلا في المستشفى والدكتور كتب لهم روشته، فيتاكدوا ان الحاجه اللي على الروشته دي موجوده في الصيدليه. 250. Okay, warten Sie ganz kurz. لما الزبون بيجي بنبيع له من الشباك بتاع الطوارئ ده، عشان ما اضطرش ان انا افتح الصيدليه يعني على البحري وانا قاعد لوحدي بالليل. Ja, Dankeschön. Kleinen Moment, ja? المهم على الساعة 10 بالليل قمت أجهز السرير والأوضة اللي أنا هنام فيها، وقعدت أسمع كتاب جديد اسمه 4 ساعات عمل في الأسبوع لكاتب أمريكي اسمه تيم فيرس. الكتاب ده يعني حلو جدا، أنا وصلت لنصه تقريبا. والكتاب ده يعني لأي حد بيفكر إنه يبدأ بيزنس جانبي خاص جنب الشغل الأساسي بتاعه. أنا بسمعه على سبوتيفاي. بعدها قعدت أشتغل شوية على الكمبيوتر وكلت، وبعدها قمت أنام. تاني يوم الصبح على الساعة 6 كده صحيت من النوم، وضبط السرير وعملت قهوة، وقعدت شوية على الكمبيوتر احاول اخلص كام حاجة في مشروع الماجستير بتاعي. انا دلوقتي يعني في فترة مضغوط فيها شوية، وعلشان نفس السبب انا ما بعملش فيديوهات بقالي فترة كبيرة، عشان مركز قوي في شغل الماجستير بتاعي او في رسالة الماجستير بتاعتي. بعدها قمت اجهز عشان اروح افتح الصيدلية وابدأ شغل تاني. صباح الخير. الساعة دلوقتي 8 الا ربع الصبح، فخلاص يعني نبطشية الطوارئ المفروض دلوقتي بتخلص، والصيدلية هتفتح عادي كمان ربع ساعة. انا هكمل شغل لحد الساعة 3 العصر. امبارح كانش يوم مرهق يعني، نمت بتاع 4 5 ساعات كده. كان بيجي لي ناس في النص مثلا الساعه 12 و2، حد جالي الساعه 4، يعني مثلا 5 او 6 زباين جولي بس بالليل كانوا محتاجين دواء. في النبطشيه بتاعه الطوارئ ما بقاش حد يعني الصيدلي اللي بقى شغال ما بيبقاش مضطر ان هو يعمل الشغل العادي اللي هو المهام بتاعه الصيدليه، ان هو يراجع مثلا روشتات او يخلص حاجات كانت وراه في يومه العادي. هو بيبقى بس قاعد مستني لو في زبون جه محتاج دواء فهو بيبيعه له. والناس اللي بتيجي تشتري دواء في الاوقات بتاعه الطوارئ بيدفعوا 2 يورو ونص
زياده على البيع، يعني الحاجه اللي هم بيشتروها، مش كل يعني دواء او منتج بس، يعني 2.5 زياده بيبقى زي مساهمه كده ان هو الصيدليه اللي فاتحه دي يدعموها بالرقم الصغير دوت. ولو حد مثلا كان في المستشفى وخد روشته من المستشفى فالتامين الصحي هو اللي بيدفع الفلوس ديت. بس انا مصحصح يعني، مش ما يعني نمت مش كويس، بس يعني هعرف اشتغل مثلا لحد اخر اليوم، وهحاول ان انا اخدكم برضو معايا نشوف اليوم هيمشي ازاي، واحاول اوثق اكتر يعني على قد ما اقدر. بس نشوف. اليوم النهارده والله الحمد لله كان خفيف، ما كانش فيه شغل كتير، بس انا بصراحه على العصر كده كنت انا تعبان جدا عشان ما نمتش امبارح كويس، وما صدقت ان زميلتي جت عشان تستلم مني، بعدها اروح انام في البيت بس. وده كان يوم عمل في حياتي. لو الفيديو عجبك ممكن تقولي رايك في الكومنتات، لو عندك افكار لفيديوهات جديده ممكن برضو تقولي، هتبسط جدا. ما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه بس، واشوفكم فيديو جديد.